معزز مكرم، أنا سأعطيك دورك بكل أريحية. مفهوم الحماية: يأتيكم مستعمر يستعمركم ويعطيكم أن تديروا شؤونكم الداخلية، وهو يسيطر على ورضا بوجود أجنبي تحت مسمى الحماية. والاحتلال أو الاستعمار هو استعمار بمقاومة وشد وجذب وقتال و1.5 شهيد. تماما. طيب لحظة يا ضوء القمر. أختي المهرة، فكي لي هذا الشفرة اللي في راسي بسرعة. اوكي. اولا وقبل كل شيء، مع احترامي لابن الوطن وللمداخلات دائما ديالو كتكون مركزه وكتضرب في الصميم، لم ادري كيف فلتت منه نقطه مهمه، الا وهي حادثه ضربه المروحه، لنعلم كيف احتلت الجزائر وكيف اصبحت مستعمره فرنسيه. اولا، ضربه المروحه راها حادثة تاريخية، كل شيء كيعرف السبب ديالها، وهو أن الداي الجزائري اللي كان تما جاء عنده زوار من فرنسا، فغضب منهم عندما طلب منهم الديون التي في عنق فرنسا. وعندما بدأ الفرنسي بالحديث أشار بمروحته بمعنى أغرب عني، فأخذتها فرنسا ذريعة فأحاطت بالجزائر لمدة 6 أشهر، مما أدى بالداي إلى بيع الجزائر بمرسوم، وهذا ما أقرته تركيا الدولة العثمانية وكذلك ماكرون، الذي عندما كانت هناك تجاذب مع الجزائر قال لهم: نحن اشترينا الجزائر بمرسوم، وهناك المرسوم وهناك العقد وهناك كل شيء، حتى لا يقول لنا مقاومة ولا مقاومة. هكذا احتلت الجزائر، يعني ضربة المروحة. ضربة المروحة هذه الذريعة اللي لقاتها فرنسا لاحتلال الجزائر، والتاريخ يشهد. يعني هذا لا مجال للتزوير ولا الثوار ولا الثورة. الكلام هذا مو يعني ضربة المروحة أدت إلى احتلال البلد كيف؟ نعم، لأن كان ديك الساعة الجزائر تحكمها الدولة العثمانية. ضوء القمر سدي. ايوه نعم، انا ما قطعتهاش، انا قلت لك خلي الاخت تكلم. انا مستمتع والله. انا قلت خلي الاخت تكمل، ومنين تسمع الطرح ديالنا ديك الساعه دير الاحكام ديالها. خلاص اخرجي من المروحه هذه وادخلي في النقاط الاخرى. من بعد ما احتلت الجزائر، اجي يا اخي نشوفوا حنايا هذا المغرب اللي ما قاومش. انا البارح قلت لك بن غبريط ومقري لعبوا دورين خبيثين في تفسير أو لا ترجمة بنود الفرنسيين للسلطان المولى عبد الحفيظ، وبقي معهم نهار وليلة، شحفهم من 10 الصباح حتى 4 الصباح بعدما أقنعوه بأن فرنسا غيرت بنود الاتفاقية ديال الحماية، كانوا ضامنين ليه فيها الحرية التامة السلطانية في المسائل والأحكام الداخلية والخارجية والعلاقات الداخلية والخارجية. نعم، من بعد ما وقعوا سالة قال ليه: انتبه يا مولاي، فهناك جنود يحيطون القصر. فورا عندما علم المكيدة التي تعرض لها خرج، غادر، تخلى عن الحكم، وفي قلبه وصمة عار لأنه تعرض للخيانة من القريب الذي ترجم غلط، الترجمة غير صحيحة. هذه باش تعرف كيفاش المؤامرة، كيفاش المغرب وقع الحماية. هنا غنرجع معك لسبب الحماية. سبب الحماية أصلا علاش المغرب دخل تحت الحماية. أيوة. المغرب دائما متميز، شاءوا أم كرهوا. المغرب تجمعت عليه باش يطيحوا المغرب، تجمعت عليه 12 دولة، 12 دولة، وفرقوا الكعك فيما بينهم، أقنعوا بعضهم البعض. كانت 4 دول عند رجل. نعم، 4 دول هي اللي بقت علينا، هي اللي بقت على راسنا. 12 دولة ودخول بنود مؤتمر الجزيرة الخضراء. انقر أنا كنخدمك أخي أسعد، ما كنخليكش غير نافع، كنقول لك انقر. 12 دولة اللي اجتمعت على المغرب، وجا روزفلت شخصيا، كان امريكا اللي كانت كدير راسها هي داك الانسان السلمي اللي كيكره يعني الامبرياليه والتوسع، جمعاهم
يعني شوفوا التورته، شوفوا الاطماع، شوفوا المغرب كم يساوي، يعني شي حاجه كانت عندهم غايه في الاهميه. هنا قنعوا بريطانيا بالمستعمرات ديالها في المشرق، وتبادلوا التورته، تعطات لاسبانيا وتعطات لفرنسا وباقي الدول اللي هي امريكا وبريطانيا وايطاليا، تمتعوا بحقوقهم الاقتصاديه في الشمال. لم يكن احتلالا، ولكن اعتبروا احتلال امبريالي، لانه اللي تقول لك هي الحمايه اسهل، لان الشعب يعني ما كانش كان ما كيديرش المقاومه. هنا غادي ندوز معاك. يا مور، انتم كنتم مستعمرين ثم تحول الاستعمار الى حمايه؟ لا كنا دوله مستقله، ما عندنا لا استعمار. ما جلب علينا الويلات وما جلب علينا الاستعمار. احنا خصنا نرجعوا اللور شي شويه باش نفهموا. كان المولى سليمان، كان المغرب في عز الامبراطوريه ديالو والقوه والجاه والجلال. فجا المولى سليمان كان زاهد ناسك متعبد، سد التجاره والتعاملات الخارجيه مع كل الدول الاجنبيه، يعني اكتفى بالاقتصاد الداخلي. هذا شكل تضخما حادا في المغرب، وكان هذه هي الحلقه سبب الضعف في المغرب. ولكن مع ذلك كانت الدول الأوروبية والأجنبية كتشوف فينا ذاك المغرب ديال الإمبراطورية ديالو بنو تشافين وديال الموحدين، كانوا يعني واخدين منا الحذر ومحترميننا وعاطينا التقار. فوقاش غادي يزول الاحترام ديالنا؟ فوقاش غطيح الهيبة ديالنا؟ نهار اللي ناصرنا إخوتنا في الجزائر عندما جاءونا من تلمسان ومن غير تلمسان. ناصرتيهم فين؟ ناصرتيهم؟ انا غنقول لك اخي اسعد، لماذا علاش كتزرب؟ حنا راه ملي كانوا هما تحت الاستعمار الفرنسي جاو اهل تلمسان عند السلطان كلهم وبايعوه، عندي الوثيقه انا نحطها لك. جاو عندهم وبايعوه وطلبوا منه العون والمعونه. في هذاك الوقت كان اميرهم عبد القادر يطالب القبائل بالتصويت عليه وتنصيبه اميرا عليهم، فرفضوا لانهم ما كانتش عندهم الثقه في الامير عبد القادر، وكانوا يريدون خطب ود سلطان المغرب. هنا هذه الخطا اللي داروا المغرب كان سد المايك، لحظه يا استاذ، سد المايك. لا تفتحيش، ما في اي غلط الى حد الان. سجلي. ما تقاطعيش لا تقاطعي. شوفي، سد المايك انت يا امار، سد المايك زي على ما يرضى. راح نسد المايك يا اختي، راهو اسعد هو اللي نظم الحوار. انا نتكلم معاهم ولا ما نظم الحوار؟ شتيني انا كندير الحوار، ماشي حوار هذا. لا سبحان الله يا اخي. يا اختي قلت لك انا تكلمت مع بنت بلدي، قلت لها لا تقاطعك. اوكي شكرا. شكرا واحترمي. اعتذر منك. وضوء القمر التزمي رجاء. هنا يا اخي اسعد، منين لبى المنادي ومشى عندهم وتواصل معهم، ناضوا لينا في معركه إسلي اللي الناس اللي طلبونا ندخلوا معاهم في معركه ونعطيوهم السلاح وندعموهم بقاو يتفرجوا علينا، ما هزوا معنا حتى حجره في معركه إسلي وانهزمتم. وفضح امر المغرب، هذاك المغرب القوي الذي ظنوا عنده الاساطير. هذا نفس المعركه التي تكلم عليها ابن الوطن. نعم، يعني معركه إسلي. لحظه، الجزائريون استنجدوا بكم ان تحرروهم في هذه المعركه لا هم استنجدوا بنا فقط لدعم المقاومات الداخليه وللمد بالسلاح وللاتيان بالمحاربين. أين هي هذه إسلي هذه؟ أين هذا معركه إسلي كانت جيت وجده في الشرق. في الشرق. هناك تعرضنا ايضا للخديعه، لان السلطان اول ما بدات المعركه بدات القذائف كلها كتجي باتجاه السلطان، ونحن نعلم عندما يموت يعني او يقتل القائد يعني صافي الجيش كينهزم. فهنا جاء من وسوس في أذنه: يا سيدي السلطان راهم عارفينك، لأنهم عارفين اللون ديال الملابس ديالك، يبدو أنهم كشفوك، أو بيننا خائن، فاذهب وغير ملابسك. هو الوقت اللي مشى بقاو يناديو السلطان قتل، السلطان قتل، يعني الجيش ضاخ.
فعلا كيدور ما كيلقى السلطان في المكان ديالو. هنا وقع واحد الفوضى، انتصروا علينا بهذه الكلمه بكل ما فيها احنا التاريخ لا نخجل منه. انتصروا عليكم بهذه السهولة؟ نعم بهذه السهولة. احنا اصلا داخلين لا زاد ولا عتاد ولا لا شيء، كنحاربوهم طرق تقليدية قديمة. عندك هذه المعركة ديال اسمي. هذا الامور ذكرها الاخ ابن الوطن. انا اريد انت نعم انت حلمك عليا، كل شيء عطيتي وقت وخلينا ما فيش وقت طويل. لا اخي اعطيني وقتي الكافي، لان ما يمكنش انا نتزلع. احنا انهزمنا في معركة إسلي هذه مع فرنسا، وبعدها في معركة تطوان مع الإسبان اللي كيقول لك هما احنا ما حاربناش وانهزمتم. وانهزمنا، كلها هزايم في هذه الفترة. حنايا منين نكونوا منتصرين كنقولوا انتصرنا، منين كنهزموا كنعترفوا نهزمنا. نزور لك التاريخ يا اخي اسعد. لا انا مستغرب، يعني ما اسباب الهزيمة؟ انهزمنا هكذا لانك ان شئت فيما بعد اسباب الهزيمة. ايوه سجلها لي يا اخي ابن الوطن. لان كان علينا المد الإمبريالي، وكانت كل العيون الغربية الأجنبية حاطة عينيها على المغرب. هنا شكون السبب في الحماية؟ غدروا ذوي القربى. أولا الأغنياء وأصحاب المشاريع، وإلا بغينا نقولوا رؤساء القبائل اللي كانوا عندهم مصالح مع فرنسا وإسبانيا، كل ما جوج كيمشيو للقنصليات الأجنبية وكيطلبوا الحماية من المخزن المغربي. هاد الشيء أعطى ذريعة الأجانب باش يفرضوا علينا الحماية. أولا خصنا ندخلوا لكم الحضارة، خصنا نطوروا لكم الاقتصاد، خصنا نطوروا لكم الجهاز العسكري. ثانيا خصنا نعطيو الحماية لرعايانا الذين طالبونا بالحماية، واللي هما مع الأسف من بدي جلدتنا. يعني خيانة من المغاربة أنفسهم اللي كانت عندهم علاقات وطيدة مع الخارج، وثانيا من الجزائريين الذين استقبلناهم في وطننا وترجموا لنا ترجمة خطأ. هذه الثانية. على الثالثة أخي أسعد، أنا بالنسبة لي حماية أو استيطان أو احتلال نفس الشيء واحدة. الاستعمار هنا غادي نوصل لك يا أخي أسعد. لا مو واحد بلاتي انا نقول لك علاش. هنا غادي نوصل لك اخي اسعد للمعارك ديالنا حنا ضد الاستعمار اللي كيجيو يزيدوا علينا الاخوان في الجزائر. كنتم مستعمرين، انتم قلتوا ما استعمرتوش انتم يا اخي. استعمرنا حتى النهار دارت علينا فرنسا الحمايه، دخلوا لنا يعني فرنسا. انتم قبل الحمايه كنتم مستعمرين؟ لا، شكون اللي قالها لك يا اخي؟ الله يهديك يا اخي اسعد، علاش كترجع بيا فلاش باك اللور؟ كنا احرار ما كناش مستعمرين. انت قلتي معاركنا ضد المستعمر. لا اله الا الله. انا عاد غنقولها لك حتى دخلت فرنسا، انا عاد غنقول لك المعارك. اوكي. حنايا قلنا لك دخلنا في معركة إسلي وكنا أحرار، دخلنا في معركة تطوان وكنا أحرار، لكن ها هما المعارك بعد الاستعمار بعد 1912. كتب لي يا أخي قبل حتى مني كانوا كيديروا علينا ديك فاش انهزمنا في معركة إسلي وفاش انهزمنا في معركة تطوان. ها أنت غادي تشوف المعارك اللي داروها الثوار ديالنا من كل ارجاء المملكه. اللي يجي واحد يقول لك انتم ما عندكمش شهداء، لاننا نحن لا نفاخر بموتانا، نفاخر ببطولاتنا وانتصاراتنا. كاينه حرب الريف الاولى، هذه الاولى ياك 1893. كاينه معركه الهري، هذه بعد الاستعمار الفرنسي 1914 ياك. كاينه وقلب عليهم، كاينه معركه انوال 1921، كاينه معركه بوغافر 1933. وبالمناسبه هاد معركه بوغافر حاربت فيها امراه مغربيه اسمها عجو، فأسقطت أكثر من 40 فرنسيا وهي مثخنة بالجراح، وبعدها سقطت. يعني بعد أن قتلت أكثر من 40 فرنسيا. معركة بوغافر قلت لا باقي نكمل لك المعارك. لا دقيقة إضافية. لا ليست أنا اليوم معركة أيت عبد الله باش ما يبقاوش يسولونا على شهدائنا
ما بقاوش يسولونا على ما شهدائنا. عندكم احصائيه حتى انتم كم ماتوا ناس وكم عاشوا وكم؟ علاش نديروا لهم احصائيه يا اخي؟ هم شهداء عند ربهم ينعمون، وحنا نبقاو من نحسبوا. قال لك ليس لدينا احصائيات يا اخي؟ يعني عندك دقيقة خلاص موجودة جهزنا احصائيات يا استاذي. المهم من هذا الشيء الخلاصه اللي بغيت نقول، ما كاينش الفرق بين المستعمار والحمايه، هذا الذي انا اريد نقول لك. الفرق بين الاستعمار والحمايه، اولا هذاك ما كانش استعمار كما قال الاخ، هذاك كان استيطان، لانها الجزائر اشتريت بمرسوم من العثمانيين، ما كان لا مقاومه ولا هم يحزنون. جات فرنسا سيركيلات الجزائر لمده 6 أشهر على المستوى البحر، وبعدها هذا تراجع العثمانيون واعطوهم الجزائر بمرسوم والسلام والختام. اما الاستعمار فهو فعلا مقاومه، ونحن احسن من قاوم. شكرا. وانا قلت لك المعارك والسلام. شكرا لك. اذا انا اتمنى انه تحاولوا توجزوا، لانه هكذا اذا طولنا هكذا. الان بقي لدينا الاخ دقيقه يا اخي فاروق، انت دائما مستعجل، العجله الندامه. الدور هو عندك، بس لو صبرت شويه دقيقه. عندنا اريد ارحب بك ترحيب حار وبارد ومحترم كل شيء. ساخذ فاروق ثم نعيد الكره من تحت. ولد العاصمه يا اخواني الجزائريين، اذا تريدوا تستبدلوا شخص تحت زكوه لي يطلع لكم، او انتم المغاربه، لانه انا الان ما خايف اطلع حد يطلع لنا للسقف يخربطنا هذا النقاش الجميل واللايف الراقي والمحترم والجميل والمتميز بصراحه. اذا احد منكم عنده شخص تحت، نصف دقيقه الله يرحم لك الوالدين. ما عاد فيش نصف دقيقه الله يرحم لك الوالدين. بعد غير بين قوسين، فرنسا لو كان الحاكم ليس له دور، فرنسا تعمدت ان تختار محمد الخامس، مع العلم انه لم يكن وليا للعهد، لان ولي العهد قبل ما يكون حاكم كيخصو يتعلم الدبلوماسيه ويقرا ويوجد راسه. هما عمدا ما اختاروش ولي العهد، واختاروا اصغر الاخوه اللي هو محمد الخامس، ولم يكن مهيئا اصلا لان يكون سلطانا، ومع ذلك أفشلهم، مع ذلك ضربهم في الصميم. لو وجدوا فيه ما أرادوا وكانوا يتحكموا فيه كما قالت الأخت لما أرسلوه إلى المنفى. أشكرك يا المهرة. أنا بعدين سأضع لكم سؤال بعد أن يكمل فاروق مداخلته. ليوطي كان في البلدين، أريد أن أفرق بين مهمتيه. ماذا كان يفعل في الجزائر؟ مقيم عام ولا حاكم؟ وماذا كان يفعل في المغرب أيضا؟ لأنه أنا عندي في مذكراته قال كلاما خطيرا. ليوطي، لحظة يا فاروق لو سمحت. ليوطي هذا جاءت هذا بمذكراته ذكرها الأخ عبد نور الدين بالحداد الله يذكره بالخير، كان معي في لقاء على اليوتيوب، وقال أن في مذكرات ليوطي أنه كان في الجزائر ولم يجد فيها شيء عندما دخلوها، كما قال وجد شجر وحجر وحياة بدائية ما قبل البشرية، كما فيما معنى الكلام. لما ذهب إلى المغرب قال وجد أمة وعالم ودولة وقوانين وكل شيء. أريد أن أناقش دور ليوطي بعد أن نأخذ الأخ فاروق. تفضل أخي فاروق. بارك الله فيك. أتمنى أن لا تقاطع عن الأخ الكريم. أنت نبرة صوتك عالية شوية، أنا أتمنى أن تنخفض شوية فقط. بارك الله فيك. طلب يعني طلب أخوي لأنه بيطيرون اللايف. بارك الله فيك. أولا احتلال الجزائر. احتلت الجزائر سنة 1830 بعد للأسف سقوط أو انهيار أو دمار أسطولها في معركة نافارين مع الأسطول التركي والأسطول المصري، وكانت آنذاك تسمى جزائر أيالتي باللغة التركية، كما كانت تسمى باللغة التركية وحتى يومنا هذا المملكة المغربية بفاس أيالتي. يعني أيالة الآن نعم فاس أيالتي. على فكرة ما زال اسم المصطلح الذي ذكره تبون في البرتغال هو نفس المصطلح. ما زال لا يهمني، ما زالت إلى يومنا هذا باللغة التركية فاس، وباللغة الفارسية مراكش، وباللغة الأردو مراكش، وباللغة الباشتون الأفغانية مراكش. على كل حال ولك واسع الاطلاع وتقدر تروح تشوف. على كل حال الأمر لا يخصني. احتلت الجزائر سنة 1830. الذريعة أخي الكريم، الجزائر كانت تصدر القمح للفرنسيين بالدين، وكان هناك وسطاء يهود جزائريين ومنهم عائلة بوشناق وعائلة بكري،
وللعائلتين يعني دور كبير في احتلال الجزائر، لأنهم كانوا للأسف الشديد يعني مندسين وجواسيس، وهم من قدموا خرائط الجزائر، علما أن الجزائر كانت تسمى المحروسة، كان لديها 14 محروسة حصنا. مصر يا أخي، مصر المحروسة. لا، الجزائر العاصمة كانت تسمى المحروسة كذلك، وتسمى البهجة كذلك. كان لديها 14 حصنا محمية بالمدفعية. الفرنسيين دخلوا على منطقة اسمها سيدي فرج، وهي على فكرة يعني اختاروها طبقا لتوصيات الجواسيس بوشناق وبكري، وهم عائلتين يهوديتان، وتم الإنزال في سيدي فرج. هناك بعض التناقضات، أو هناك تناقضات كثيرة. يقولون أن الجزائر كانت بدائية وأنها لم تكن يعني لم يكن لها ساكنة، فكيف تصدر الجزائر البدائية القمح يا أخي؟ أنا كنت سأسألك هذا السؤال، يعني كنت لا، هنا الإشكالية الكبرى، السؤال المطروح. وعندها أسطول ويحارب وانهزم ويعني أمور خطيرة. صحيح، ودمر في معركة نفر. الإشكالية ليست هنا، من كان يزرع ذلك القمح؟ مطامير. هنا أحولك إلى مذكرات الجنرال. ما الذي يثبت حكاية القمح أصلا؟ اذهب يا أخي، اذهب إلى مذكرات بيجو ومذكرات رونو، عندما كانوا يدخلون إلى البلاد عندنا، ماذا وجدوا فيها وماذا فعلوا وكيف سلبوا مطامير القمح. أنا قلت لك ماذا قال ليوطي؟ قال وجد أرض خلاء. أخي دعني أتكلم الآن. هم أتوا بدلائل أنا ناقشت الكل، إيش معنى أنت ما تريد؟ لا، أنا آتيك بدلائل. أنا قلت لك اذهب. ليوطي لم يعاصر رونو وبيجو، هم الذين دخلوا، هم الأوائل الذين احتلوا الجزائر، وليس ليوطي ليس بعمر بيجو أو بيجو ورينولت، هذا أسماء سيارات يا أخي. يا أخي، أنت لا تعرف أن بيجو هو جنرال سفاح فرنسي، ولا تعرف أن رونو هو جزار جنرال فرنسي. اذهب إلى مذكرات. سموا السيارات باسمهم. أنا والله ما عندي علم، ولكن هم جنرالين. اذهب الآن إلى مذكرات الجنرال بيجو عن الجزائر ومذكرات الجنرال باقي الجنرال سترين. والله أنا يا أخي الآن نتكلم يعني في موضوع جدي جدا. لا والله العظيم، بيجو ورينولت والسيارات الفرنسية كلها. يبدو أن الصفعات التاريخية يعني التي تخرج من فمي أسعدت. دوختني يا أخي. الآن سأدوخك أكثر أخ أسعد. هل تعرف متى احتلت قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري؟ احتلت سنة 1937. تخيل، 7 سنوات بعد سقوط العاصمة. العاقلين الآن أصحاب العقول النيرة، أرض خالية جرداء لا سكان فيها. كيف يدوم زحف الاستعمار الفرنسي فقط إلى قسنطينة 7 سنوات كاملة، 7 سنوات فقط لقسنطينة. لا أتكلم عن الأغواط وما ارتكبوا فيها من مجازر بعد 15 سنة، 35 سنة حتى بسطت فرنسا هيمنتها الكاملة على الشعب الجزائري. ننتقل لماذا الآن؟ الطرح الآن، لماذا استعمار وليس حماية؟ السبب واضح، أنه بعد دخول الاستعمار الفرنسي وجيوشه وحاصروا العاصمة، الداي حسين وقع وثيقة الاستسلام وليس البيع، وثيقة الاستسلام المشروطة على أن يأخذ ذراريه وجواريه ونسائه وحرمه وماله ويذهب إلى إسطنبول. هذا ما أمضى عليه الداي حسين للأسف الشديد، وبقي الشعب الجزائري وحده في محنته يكافح ويحارب، وارتكب بسبب مقاومة الشعب الجزائري. اذهب الآن وادرس التاريخ وادرس الوقائع. هل تعرف أنه في العاصمة فقط هاجموا مسجد كيتشاوا وأرادوا أن يحولوه إلى كاتدرائية. قتلوا 4500 رجل اعتصم فيه من المسلمين الجزائريين وحولوه على فكرة إلى كاتدرائية. وفي 62 في أول أيام من استقلالنا قام العلامة البشير الإبراهيمي بأول صلاة في ذلك المسجد، وأعيد إلى صفته الأصلية مسجدا. دامت مقاومة الشعب الجزائري 35 سنة. أما لماذا استعمار وليس حماية؟ لأن الاستعمار الفرنسي لم يجد
أكرر، لم يجد من يستعمله علينا. بعبارة أخرى، لم يجد رجلا أو عائلة أو حكاما يستعملهم علينا. أنت تعرف يستعمله على الولاية الفلانية والفلانية. وأخبرك يعني أزيدك من يعني ما كان في خونة، ما كان في خونة، ما كان في لم يجد اسمع جيدا أخ أسعد. الاستعمار لو وجد رجلا يمكن أن يعني من الجزائريين أن ينصبه عليهم حاكما لفعل ذلك. تدري ليش؟ تعرف ليش؟ لأنه بطبيعة الحال راح يكون عليه يكون هذا السلطان أو الحاكم في الجزائر من عسكره من أبناء البلد، قضاته من أبناء البلد، وعماله في الولايات من أبناء البلد. وعندها لن يحتاج الفرنسي لدفع بجنوده لمقاتلة الجزائريين. الاستعمار المباشر سيكلفه غاليا، يكلفه مقاومة، والمقاومة معناها قتل وقتال، ومات الكثير من الفرنسيين يعني دفاعا عن أهدافهم الغير مشروعة في بلادنا. والحماية لم تكن فقط في الشقيقة المغرب، كانت في تونس، ونفس النمط قام مع الإنجليز على مصر الشقيقة بما يسمى الخديوية وغير ذلك. هذا كان استعمارا مقننا، كان استعمارا إجراميا، بل أعتقد أنه أكثر إجراما، لأن الشعوب كانت لما الثور ماذا يسلط عليها؟ يسلط عليها أبناء البلد. نعم. هذا ما يسلط عليهم. لذلك الإنسان لا ينبغي له أن يزور التاريخ. أنت ذكرت لم أكمل أخي، أعطيتها الكثير من الوقت ولم تعطيني الوقت الكافي. دعني ألخص كلامك الخطير جدا وقبل وأنا أعطيك إضافة إذا تريد. 1930 دخل المحتل ووجد 1830 أخ أسعد 1830 نعم، دخل المستعمر، وليس كما قال المتحدثون قبلك أنه دخل وجد أرضا مشاعا فعاش واستوطن. أنت تقول احترق أسطول جزائري ولم تستطع إسرائيل أن تبسط سيطرتها عليكم إلا بعد 35 سنة. 35 سنة، ركزوا يا مغاربة على هذا النقاط. وأنه لم تكن حماية في الجزائر لأنه ما وجد جزائريين ممكن أن يحكموا تحت إطار هذه الحماية. وجد ثوار مقاتلين أشاوس. أعتقد يا أخي نقاطك واضحة. نعم أضيفك. أنا أسكن في مدينة اسمها بوفريق، ولاية البليدة، بعيدة عن العاصمة ب47 كيلومتر. 47 كيلومتر. أوكي. طيب، دامت فيها المقاومة حوالي 3 سنوات ونصف للوصول من 7 كيلومتر، لشق 7 كيلومتر للوصول إلى الأطلس البوليدي. على فكرة تقول لي كيف؟ لأنها منطقة معروفة بوعارة جبالها، وهي كلها جبال خضراء وصعبة يعني، وأهلها كانوا صعبين جدا. لذلك لم تنفعهم مدفعيتهم البدائية آنذاك ولا سلاحهم، يعني السلاح اللي كان يشكل فارق آنذاك. كانت منطقة وعرة وتضاريسها وعرة، ولم تكن تلك الأسلحة الحديثة اللي نعرفوها الآن موجودة. إذن الاستعمار اللي يتكلم أنه يقول والله الجزائر كانت فارغة، العاقلين الإخوة العاقلين، كيف لدولة فارغة بدائية تصدر القمح لفرنسا وتعجز فرنسا عن سداد ديونها؟ ثم لما يجي القنصل، واعطيك اسمه القنصل دفوال. القنصل دفوال امام الدال الحسين قال الدال الحسين: متى تسددون ديونكم؟ فاجابه بطريقه المستهتر، فاشار عليه بالمروحيه أو ما يسمى بحادثة المروحة، فاتخذتها فرنسا ذريعة المروحة اللي قالت عليها المهرة، هي هذه الحادثة. نعم، واتخذتها فرنسا يعني ذريعة حقيقية، حكاية المروحة نعم حقيقية، واتخذتها فرنسا ذريعة لمهاجمة الجزائر. على فكرة لم تكن أول مواجهة. نزيدك أمر أخير، يعني سبب احتلالكم حكاية المروحة؟ لا، هي ذريعة يا أخي، هي ذريعة تذرعت بها فرنسا، لأنه لم يكن الهجوم الأول، كان هجوم قبلها، كان هجوم الأسطول الإسباني، كان هجوم الأسطول البرتغالي والفرنسي على الجزائر. طيب لو تذكر لي اسم المعركة التي احترق فيها الأسطول الجزائري أو غرق فيها، ما اسمها؟ اسمها معركة نفرين سنة 1927، دمر فيها الأسطول المصري والجزائري والتركي. اكتب تحطيم الأسطول. شكرا لك أخي فاروق. شكرا. فاروق 1800
فاروق 1800 معركة نافارين 1827 انت قلت 1900 على بالي غلط. 1827. الأخ الكريم بقت دقيقة واحدة نختم كلامي. كلمتي أختمها بما يلي: كانت هناك مطامح، وليس على الجزائر بل على منطقتنا العربية الإسلامية كلها، وكانت الدولة العثمانية توصف آنذاك بالرجل المريض من طرف الغرب، وأرادوا تقسيم تركتها، وكان هناك مشروع ما يسمى بسايكس بيكو تسوزانوف، لأنه الكثير لا يذكر وزير الخارجية الروسي اللي كان مع روسيا القيصرية لاسمه تسوزانوف لقسمة هذا العالم. ونحن نعرف ما يحدث، إما استعمار وإما عملاء يهيمنون على تلك أو تلك الرقعة الجغرافية من عالمنا الإسلامي الحبيب. أشكرك يا أخي، شكرا لك. أنا أشكركم أولا على الانضباط، حقيقة انضبطتم انضباطا رائعا. على فكرة الإخوة ولد العاصمة المهرة ابن الوطن، تستطيعوا أن تتبادلوا الأدوار مثلا، مو ضروري الدور. وأنتم أيضا الأخ ماركو والأخت ضوء القمر والأخت فاروق تستطيعوا أن تتبادلوا. ولد العاصمة. طيب أخي مداخلة قصيرة جدا ثم أترك مكاني لأخي تحفة إن كان ممكنا. عادي، تمام. أول شيء يا أسعد، أنا سأعود لمداخلة الأخت ضوء القمر، والتي قالت بأن الاستيطان هو توقيع عقد من قبل دولة محتلة مع دولة تخضع للاحتلال على أساس أن هذه الدولة المحتل يعني يستولي على جميع مناحي حياة هذه الدولة التي لا الأمور السيادية. طيب هات لي يا أسعد التعريف، هات لي يا أسعد الذي كتبته بيدك. هذا هو عندي مكتوب: مفهوم الحماية احتلال بلد معين وإجبار حكامه التي يعني بموجبها يسيطر المحتل على الشؤون السيادية من خارجية وجيش كل شيء، وتترك الشؤون الداخلية لهذا الذي هذا الحماية خاضع للحماية. نعم، لكن بماذا عرفت الاستيطان؟ ما أدري، ما أذكر إيش عرفته. تريدها تبين لك هي؟ نعم، أريد تعرفنا الاستيطان، أنا أعطيها من عرفتي الاستيطان يا ضوء القمر؟ قلت الاستيطان، قلت له هو نزع، قلت لكم هو نزع الأراضي من أصحابها الأصليين وتسليمها إلى مستوطنين آخرين، مع طرد السكان الأصليين إلى الجبال والمناطق النائية. هذا هو مفهوم الاستيطان. طيب جيد يا أسعد ما سمعت من الأخ ضوء القمر، لأنه يثبت أنه فعلا لا وجود لدولة الجزائر قبل دخول فرنسا، لأن من المتعارف أن في الاستعمار أو الاستيطان تأتي دولة توقع عقدا أو تخضع دولة بمقتضى مرسوم أو مؤتمر أنها تدخل تحت يعني سلطتها وتصبح جزءا منها. لكن في الواقع الجزائري لم تكن دولة اسمها الجزائر أصلا حتى يعني تقوم فرنسا بتوقيع معها أي عقد من أنواع عقود الحماية أو الاستعمار. هي كانت جزءا من الدولة. معركة نافرين هذه تمت بين من ومن؟ بين الدولة العثمانية وبين فرنسا. لا وجود للجزائر. انتظر اختي. لحظة خليني أفهم هذه. اسمح لي دقيقة. أخي فاروق، هذا المعركة دارت بين من ومن؟ بين الفرنسيين ومن؟ الأخ الكريم أسعد الشرعي رجاء سؤال محدد، بين الفرنسيين ومن؟ شوف أخي، هو يدعي أنها بين العثمانيين وبين الفرنسيين، أليس كذلك؟ أيوة، أنت قل لي بين من ومن، ما عليك من بين اليونان. أنا لن أقول لك بين من ومن، أنا تعرف ماذا أقول لك يا أخي. أنا رجعت إليك السؤال مطروح لي، لم أقاطع واحدا منكم فلا تقاطعوني. يا أخي ما حد قاطعك، أنا الذي رجعت لك، ما حد قاطعك وأنت تتحدث. إذا يا أخي رجعت لك، الوقت ليس لك، هذا فقط استدراك. أنت ذكرت عام 1827 معركة نافرين والذي احتلت على أساسها الجزائر. بين من ومن تمت المعركة؟ معركة نافارين كانت بين الأساطيل الغربية وبين الأسطول الجزائري والمصري والتركي، والدلائل سأرسلها هذا الوقت. أعطيني آلية الاتصال بك لأرسل لك. من كان حاكم يومها؟ من كان حاكم الجزائر يومها؟ والله الحاكم لا، لم يكن الحسين داي. يا ضوء القمر لو سمحتي، والله ما أعتقد أن الحسين داي. أنت تقول كلام مناقض لما يقوله الآن ولد العاصمة، يقول لم تكونوا شيء، ما في حاكم، ما في يا أخي الكريم، الجزائر الآن بالمفهوم العلاقات، إذا تتكلمني بالمفهوم العلاقات يا أخ أسعد الشرعي،
لا 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 تقول لي لا. ماذا كان يفعل قنصل؟ ماذا كان يا أخ أسعد شرعي لا تقاطعني. ماذا كان يفعل لا قطعك الوقت ليس ماذا كان يفعل القنصل الفرنسي سنة 1830 في الجزائر؟ فاروق هل تعرف ما معنى وجود قنصل؟ الكلام أنا سألتك فقط من باب الاستدراك. معركة نافرين هذه بين من؟ قلت بين الدولة الجزائرية بين الأسطول التركي. لو سمحت يا أخي هناك من يقاطعني. لو سمحت يا أخي هناك من يقاطعني. أخي ليس لا افهم. اخرسي الرجل يتكلم معي لا تقاطعني رجاء. أنهيت قفل. تأدب ليس دورك تأدب. قفل. لا لحظة العاصمة لا تتشنج لو سمحت لا تتشنج. بلا تأدب بلا بطيخ. ما كلكم مؤدبين. أمور طيبة. سد المايك يا أخي فاروق لو سمحت. عندي ملاحظة أخي العزيز، ملاحظة شكلية فقط. ما هي؟ هذا أنا أطلب من الإخوة المحاورين، هذا حديث دقيق، أطلب نوعا منه فضلا منهم نوعا من الهدوء والحكمة حتى يكون حديثنا مفيدا ل3000 شخص يستمعون. الله يرحم والديك. صح. أرجوكم اهدؤوا شوية. إذا ولد العاصمة اخراسي مع من كيتكلم كيقول لي اخراسي. انا ما فتحتش المايك نهائيا. لا خلاص يا جماعة خلاص. ما عليك يا مهران. الغلط عندي أنا. طيب يا أسعد أنا أعود للموضوع. أنا أقول لم يكن هناك على وجه الأرض دولة تسمى الجزائر. والدي حسين الذي ذكرته الأخت ولد في مدينة إزمير التركية عام سنة 1773 وكان أيضا أبوه ضابطا في السلاح المدفعية. الأسطول الذي هزم في معركة نافارين هو الأسطول العثماني يا أسعد، وكان فيه مجموعة من السفن سواء كان مصدرها الجزائر أو تونس أو مصر، حتى أن اليونان استعانوا الأسطول الفرنسي لحمايتهم أيضا في هذه المرحلة. لكن أن يكون هناك قنصل لدى الدولة العثمانية في جميع أراضيها. نحن نسمع منكم افتخارا بانتمائكم للدولة العثمانية دائما يا أسعد. ألم يقل أول مداخلة الأخ أنه يفتخر أنه كان جزءا من الدولة العثمانية قبل دخول فرنسا؟ لو سمحت ولد العاصمة أنا هنا سأقرأ له ما رأيته هنا. يعني شوف، معركة نافرين هي معركة بحرية جرت في 20 أكتوبر من عام 1827 خلال حرب الاستقلال اليونانية في خليج نافارينو على الساحل الغربي لشبه جزيرة البيلولوب في البحر الأيوني. هزمت قوات الحلفاء المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وروسيا القوات العثمانية والمصرية. لحظة هذا أنا بحثت، أنا ما في جزائرية هنا. القوات العثمانية والمصرية التي كانت تحاول قمع اليونانيون، مما زاد من احتمال حدوث الاستقلال اليوناني. ما في الجزائر في الموضوع هنا خالص. طيب حتى لا يهرب. لما يجي لكم الدور لا تهضموا وقت. اعطينا المصدر اللي قريت فيه. المصدر هنا اسمه لحظة. المصدر اسمه لحظة. أنا بحثت هنا في جوجل. حبيبكم جوجل أو جوجل. معركة نافارين أخويا أسعد شارك فيها الأسطول الجزائري مع الأسطول العثماني. هذا حبيبتكم. هي ويكيبيديا. طيب يا أسعد هذا دوري والله العظيم تم الاعتداء علي اليوم. أنا دوري لما حتى نافارين كلمة تركية. لا يهمنا احنا في اسم معركة نافارين. احنا المهم انه هذا الويكيبيديا ديالكم الذي ماشي ديالنا الويكيبيديا تاع المروك تاع المغرب عطاتو هذا حقكم انتم. لو سمحتي اسحبي الكلمة. انا قلت له صححت انا قلت المغرب. ولد العاصمة يكمل. هضم الحوار. تعبتوني يا جماعة. انا نزلقت بها برك يعني عاودت صححتها قلت المغربية. لو سمحتي سدي تبدا غير الطير سدي. شبيك مخلوقة شبيك تكلم سدي يا ابو القمر. خلاص سدي. لا حول ولا قوة الا بالله. كمل يا اخي ولد العاصمة. ما في اليوم واحد طلع السقف يا جماعة يعملنا فاصل اعلاني. طيب يا اسعد اعمل انت فاصل. اسعد نعمل لكم فاصل اعلاني يا ولد العاصمة. ما رأيك؟
أنا الآن أريد أن أفهم هذا التناقض يا أسعد. إيه؟ لماذا الإخوة يفتخرون أنهم كانوا تحت الحكم العثماني حينما ذكرناه في بداية اللايف، والآن يتبرؤون منه ويقولوا كانت هناك دولة للجزائر متعاونة مع الأسطول العثماني؟ ماذا التناقض؟ لم يكن هناك وجود لدولة اسمها دولة الجزائر. كان هناك استقلال، الجزائر استقلت عن الباب العالي. لما تقاطعي؟ لما تقاطعي؟ عندي نقطة نظام. يعني بعدين أقاطعك أنت ما يعجبك الحال. طيب لا تقاطعني مرة أخرى لو سمحتوا يا شباب، خلوا ولد العاصمة نقطة يكمل. نظام، الله يجزاكم الخير. نقطة نظام، حتى لا نعتدي على الأخ ولد العاصمة، لأنه هو أسلوبه في الطرح يتطلب شيء من الهدوء. أطلب فاصلا غنائيا حتى تهدأ الأجواء ثم يتكلم الأخ ولد العاصمة. ليلى كالليل يا ليل، ليل كل انت روح، ليلي وانا مكاني، ليلي وانا مكاني. أستاذ أسعد الشرعي، فاروق أستاذ أسعد، سد يا فاروق، رجاء. انت في فاروق. الرجل يغني. سد يا اخي، سد يا فاروق، سد مالك. لا عيب. يكبك شيطان الان في راسك ان انا غنيت. سد مالك انت، ايش فيك؟ ليلي وانا مكاني، الله مسافرين بالله عندي كلام، تبلقوا محبوب قلبي سلام. يا لطيف والله أحبه بس دلوني، أشتكي حالي إلى الله منصف المظلوم، وي 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 ولا علي ملام. أندع لكم حاجة مغربية؟ ما شاء الله تبارك الله عليك. تفضل. ولد العاصمة سير، سير يا ولد العاصمة سير. اليوم الجماعة ديال السطح ولا واحد طلع يا ولد العاصمة، وين جماعتك؟ بلوكيتهم أغلبهم وضعت لهم بلوك قبل أن أخذ دوري. طيب كمل كمل. المهم الداي حسين الذي ذكرته الأخت هو آخر الحكام العثمانيين، يعني الذين كانوا في الجزائر. معركة نافارين يا أخي أسعد فعلا كانت بين القوات البحرية العثمانية وبين فرنسا وإنجلترا وغيرها. لم يكن هناك وجود لدولة الجزائر، والجزائر هي كأرض سلمت بوثيقة واتفاق بين فرنسا والدولة العثمانية، سلمت بموجبها الدولة العثمانية هذه القطعة من الأرض التي تسمى الجزائر إلى الفرنسيين، وكانت يومها الجزائر تطلق على مدينة الجزائر. أما الباقي فلم يكن معروف أصلا، ولم تكن بمفهوم الدولة الذي نفهمه اليوم. لذلك ماكرون قبل مدة قال بأن الجزائر لم تكن دولة قبل أن تدخلها فرنسا، وهو صادق في هذا الكلام، لأنها كانت تابعة أكثر من 3 قرون وأرض خلاء اقتطعتها الدولة العثمانية. هذه نقطة. نقطة ثانية، إن أنكر الإخوة ذلك فليثبتوا لنا ما اسم رئيس دولة الجزائر قبل دخول فرنسا. نحن وقعنا الحماية مع سلطان مغربي، أبوه كان ملكا وكان سلطانا، وجده أيضا في المغرب كان سلطانا، لكن في الجزائر من هذا الرئيس الذي وقع؟ أحسنت. مع أنت الآن تريد تحفة بدلك. أريد الأخ تحفة، وأتمنى أن أجد أيضا عبد الله الروكان تحت مكان من يحل عبد الله الروكان يريد يطلع. لا مو عبد الله الروكان، عبد الله الروكان مشاغب يا أسعد. هناك أستاذ عبد الله. أنا ندير مداخلة طفيفة ونهبط ونخلي الروكان يطلع. إذا لما يأتي دورك، مو الآن. ليس لا أنا ما طلبت الروكان يا عبد الله، الروكان مشاغب. أنا أريد عبد الله، الأستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله النبوغ. عبد الله وجده. عبد الله النبوغ وتحفة ثم أخونا الروكان، هذه الثلاثة طيب المحارب. أنت انزل أنت بعدين فضل المكان ويأخذ الكلام ماركو تفضل. طيب السلام عليكم. يا هلا أخي أسعد، نوضح بعض النقاط طرقوا لها يا ماركو ضوء القمر. إذا أنتم ترون أنه في واحد في القسط عنده ما ينقال وطرحه قوي وممكن يفيد الحوار هذا، قلتوا لي من وطلعه. أوكي نوضح بس الكلام اللي قالوا ابن الوطن. قال لك الأقدام السوداء هم الذين جاءت بهم فرنسا إلى الجزائر، هذه مغالطة. الأقدام السوداء هم الأوروبيين الذين ولدوا
في شمال إفريقيا يسمونهم بالأقدام السوداء لأنهم ولدوا على تراب إفريقي. هذه واحدة. ثانيا عندك فرضت الحماية الفرنسية على المغرب في 30 مارس 1912 من بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب من طرف السلطان عبد الحفيظ، وامتدت فترة الحماية حتى حصول المغرب على استقلاله في 1956. شملت الحماية الفرنسية المناطق الوسطى بالمغرب، والذي سيطرت عليها فرنسا بموجب معاهدة فاس التي قسمت المغرب بموجبها إلى 3 محميات: المنطقة الشمالية والمناطق الصحراوية في الجنوب تحت الحماية الإسبانية، المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية، مدينة طنجة الخاضعة لحماية دولية بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا. كان المغرب في مجال تنافس استعماري، حيث تهافتت مجموعة من الدول الأوروبية لتوفير سوق لمنتجاتها والسيطرة على ثروات المغرب، وما كان على فرنسا إلا توقيع بعض الاتفاقيات مع الدول الأخرى للتخلي عن رغبتها في احتلال المغرب مقابل تنازل فرنسا على حقها في بعض المستعمرات. ومن هذه الاتفاقيات سنة 1902 الاتفاق الفرنسي الإيطالي حول المغرب وليبيا، الاتفاق الفرنسي الإنجليزي حول المغرب ومصر 1904. هذا هو يعني المغرب كان يتفق عليها وهم في بلدهم، والناس يقسمون في بلد وهم يعني مش دايرين بولا شيء. راك فاهمني في خويا أسعد؟ نعم. أما بالنسبة للجزائر ومن كان رئيسها، فأنا أسأل سؤال هنا: الشعب الجزائر من أين يعني تركيبة الشعب الجزائري من هو الشعب الجزائري؟ من أين أتى؟ ما الله من أين أتى يعني صراحة؟ ما تدري أنت؟ لا ما تدري. يعني القبائل العربية اللي دخلت على الشرق من تونس ودخلت البسكرة، والصحابي عقبة بن نافع اللي في طولقة وفي بسكرة في سيدي عقبة احنا نقولوا لها، من هم هؤلاء؟ مرتزقة هذولا منين جاوا يا أخي؟ ليس هناك دولة اسمها المغرب وتونس والجزائر، كان المغرب العربي الكبير كلهم قبائل عربيات، وكان السكان الأصليين هم أمازيغ. فهمني يا أخي؟ وفي الجزائر هناك من أصول تركية ويونانية ومالطية وكروات ويوغوسلاف، هادو كلهم هذا خليط. فهمني ولا ماكش فهمني؟ ورومان، حتى من الرومان الإمبراطورية الرومانية. وفي الجنوب شوف القبائل العربية التي أتت إلى شمال إفريقيا، حتى المناطق الذي سكنتها هي في الجنوب على حسب المناخ الذي أتوا منه. أتوا من الصحراء استوطنوا في الصحراء، والشمال كان للأتراك واليونان والمالطيين والأمازيغ والرومان. هذا تاريخ شمال إفريقيا، لا يغالطك أحد يا أسعد. وأقول ما أحد يغالطني، لا أحد يغالطني، احنا في نقاش. اسمعني عدني. إذا أردت أن تبحث فهناك المعلومة سريعة، ابحث لوحدك، وأنصحك أن تشاهد المنفيون إلى كاليدونيا الجديدة من الجزائريين من طرف المستعمر الفرنسي، هو وثائقي في الجزيرة. أنصحك أن تشاهده كله فترى ماذا قتل الجزائريون وقاوموا ونفيوا. طيب دوري أسعد. والسلام عليكم. أنا أنسحب. سلام عليكم. انسحب يا أخي ماركو. لو يا ابن الوطن، أنا سأضع بين يديك. ويا أسعد طلع في بلاصة ماركو، طلع الحاج ديزاد، ربي يسترك. ما نطلع الحاج ديزاد. الحاج هذاك ما يعرف يتكلم يا أخي، شوفي لك واحد أحسن منه. والله غير هو اللي دوموندا يطلع. طيب حاضر، شوف الحاج. شوفوا بالك عنده شيء. لحظة يا أخي، رجل وقف أنا أريد. وينه هذا الحاج؟ يا ولد العاصمة، شوف الحاج وطلعه، الحاج ديزاد. بس بحالتي أخي أسعد غنقول واحد التعليق وغنمشي. هاد الجولة الطويلة العريضة اللي قالها أخونا قبل ما ينزل، أنا قلتها لك. أنا قلت لك شكون كان عندنا، والله طلعت ضربة المروحة حقيقية، أنا فكرتها مسخرة. أخي أسعد، أنا آخر مرة غادي نبهك، أنا والله لن أعطيك معلومة خطأ. أنا كنجيب لك المصادر من قلب الوقت ليس لك هي المهرة للأمانة. بغيت نهبط ونخلي لك. يهبط يطلع عبد الله يا أخي. لا خليني نقول هذه النقطة، عاد نهبط نقول هذه النقطة. الإخوان الآن طلع الحاج الجزائري هذا والأخ عبد الله الروكم بسرعة. الإخوان الآن بحيث لا يدرون خدمونا خدمة العمر،
لحظة يعني لحظة، ما خدموكم؟ والله في معلومات خطيرة. إيش خدموكم؟ قول لي المعلومات الخطيره يا اخي اللي هذه أنا جاتك. سأطرحها الآن، المعلومات سأطرحها الآن انك على. دسستي الحقائق مع الاكاذيب. طلع لي الحاج وايلي الحاج سيدي الحاج. نتايا احسن ما نفرقك على نص. غنعطيك شي والله كلمه لو سمحتي، لو سمحتي يا المهرة، لو سمحتي. هو ما الأخ يتعامل المشرف، معايا الأخ المشرف، شوف لي الحاج الحاج. من الصباح هو كينرفزني. لا واش لا دير لا لا، المايك ما وانا ينرفزك، انت سداد. انسحبي بعدين. لا نقول كلمتي عاد ننسحب والا لا انا ما فيش ليش كلمة، ليس لك كلمة الآن، المشكلة ليس انا لك دور. انتظر توصل وقتي. اوكي ما عاد في اللي قطع عبد الله الروكان بدالك. طلع عبد الله. والله تنقول هذه الكلمه. أخي ما كانش دوله جزائريه والعثمانيين سلموا الجزائر من ايديهم الى فرنسا مباشره بعقد، وكاين العقد وكاين هذا نسحبوا عليهم ناقش هذا الموضوع، ناقش بس تقول لي الفرق بين الحمايه وبين الاستعمار. الحمايه ما بقاوش دوله باش يتفقوا معاها. لو سمحتي نعم انا كنسمع لك. ودعينا في دقيقة يا أخي. انا غنودعك هذيك ما تهضرش معايا. انا عيط العيال ما بغيتوش. لو سمحتي يا أختي، يا ضوء القمر صديق، خليني أدير لو سمحتي يا سدي. المهرة أراك على خير إن شاء الله. أعطيني دقيقة، قلت لي ودعينا في دقيقة. خليني نودعكم بطريقتي. نودعكم أغنية. امان ربي امان. حاضر حضارات. المهم ان الدوله العثمانيه دارت ما بغات. وتحيه لخوتنا اللي كيصدقوا كيقولوا بانهم هما اصحاب التاريخ، هما اصحاب الجغرافيا. حنا يا اخي كنحييوكم على المقاومه الشرسه، وبغيناكم تبقاو بهذه الشراسه وبهذا النيف. ووداعا اخي اسعد. شكرا. بوكالو خويا عبد الله. بارك الله فيك اخي. نتمنى تبقي مستمع على اللايف حتى أؤلم قلبك نوعا ما ببعض من شاكلتك لن يحرك في ولو شعره واحده. يا اختي المهرة، انزلي. ولد العاصمة يطلع لي الحاج. في واحد اسمه الحاج، طلعه، دور عليه من الجن من الانس، طلعه الذي طلبته دوري يا اخي العزيز. الحاج الاخضر مول العماره. ابن الوطن. انا سجلت كل النقاط يا اسعد، لا عليك. سجلتها. تفضل يلا. سأختصر. تفضل. شوف انا ساجيب اجوبه برقيه ان شاء الله، تلغرافيه، كيف كنا زمان نرسل تلغرافات فيها كلمتين او ثلاثه. اخويا اسعد ثقة اخويا تعيش. لا ماش حنقاطعك. لا يطلع هذا باتريوتا ولا باتريوتا. لا ما لقاش الحاج اللي زاد باتريوتا. من تريدي؟ باتريوتا هذا اللي اسمه باتريوتا 2013. المشرف لو سمحت شوفه، هذا هو. الفريق الجزائري ضعيف جدا يا اسعد، ضعيف جدا. لا مو ضعيف، ما حد اليوم ضعيف، اليوم متكافئين. هو هذا اللي فوق يا اختي. هذا هو ايه. تمام يلا يسد المايك يا اخينا. تفضل يا استاذي. السلام عليكم مرة أخرى. أتمنى من الإخوة الهدوء، لأن هذا موضوع دقيق، لأنه سؤال تقني. ما الفرق بين الاستعمار والحماية؟ هذا موضوع تقني يحتاج معرفة ودقة. أنا الإخوة كلهم على راسي، كلهم، وسجلت نقاطا أسرع إن شاء الله في الجواب عنها. الأخت ضوء القمر، وللصدق هي كانت امرأة محترمة، وأقول لك هي أكفأ الجزائريين قسما بالله من حيث لا تعلم. يلا يا ضوء القمر، والله أعطاك وسام ضخم من رجل وكفى. والله ما يعني على الأقل هي في تعريفها للحماية كانت دقيقة. أولا، واحد، قالت إن المغرب تكالبت عليه 3 دول لاحتلاله. صحيح، لأن دولة واحدة لا تقدر علينا. هذه مكرمة لنا. نحن لم تهزمنا جماعة من اللصوص ومرتادو السجون الذين كانوا يسمون بأقدام سوداء ليست حتى بيضاء لتحتلنا. كان ينبغي أن تجتمع علينا 3 دول. 2، نعم نحن لم نكن مقسمين بين بايات، لأننا كنا موحدين تحت سلطان واحد. 3، صحيح أن ضربة المروحة هي السبب في احتلال الجزائر، في إحلال، أنا ألح على مصطلح إحلال، ويكفيك بها اسما يا أخي. والله إنها لسب، وإني لأحب الجزائر. كيف يحل قوم في بلد بضربة مروحة؟ والله هذه تكفي.
أزيد. قال الأخ فاروق وهو بالمناسبة منفعل والأمر لا يستحق الانفعال، قال لماذا لم تستعمر قسنطينة إلا بعد 7 سنوات؟ نعم، لأن القسنطينة كانت فيها القبائل، وأما الجزائر فاحتلت في اليوم الأول. بالمناسبة كل حديثنا عن الجزائر هنا هو حديث عن مدينة الجزائر حينها، أما ما يسمى بدولة الجزائر اليوم لم يكن هناك. الأخ فاروق قال إن الاستعمار لما دخل للجزائر لم يجد أحدا. والله هذه أبلغ عبارة أنا أشكره على الدقة في الوصف. هو لم يجد أحدا ولم يجد أحدا دخلها. أما نحن فخضنا يا أسعد ليس معارك بل خضنا الأخ كريم نقطة لم يقاطعك أحد يا فاروق. لا تقولني فقط مع لا ممنوع المقاطعة. تأدب. لا فقط لا يقولني مال الأمر. عندما يأتي دورك وبين ما قال لو سمحت لا تقاطع. أكمل. أنت قلت بالحرف إن فرنسا لما جاءت لم تجد أحدا لتتوافق معه على أن تدخل الجزائر. لا أنا أبين لك ماذا قال. هو قال لم تجد خونة يتمالأوا معها ويحكمون نيابة عنها، يعني يقصد كما عندكم في الحماية. لا هي دخلت، يعني دخلت لم تجد من تحكم معه. هو قاعد ينزه نفسه أنه لم تجد خونة أصلا. يعني كل يرى كل قرد في عين مغزال لا علينا. الذي يهمنا أن نحن دخلوا علينا بمعاهدة اجتمعت عليها الأرض في مؤتمر الجزيرة الخضراء في 1906. أقول الأخ قال إن الجزائر تم استعمارها في 30 سنة، تم الدخول استدعى دخول. هو بالمناسبة هو رجل قال كلاما أنا أوافقه عليه، والله ما أنا أنصت. قال إن الجنرال بيجو أساء إلى الجزائريين وكان مجرما. والله صحيح الجنرال بيجو. وبالمناسبة أخي الجنرال بيجو هو الذي التقى مع أخي السلطان في معركة إسلي، وللأسف كان أغلب جيشه من مسلمي الجزائر. لا أفصل. الجنرال بيجو كان يجمع الناس في كهوف في الصيف ويحرقهم ويضربهم بالغاز قبل النازية حتى. ما ارتكب في الجزائر أنا أسلم له بأنه كان أقصى ما يمكن أن يحدث للإنسانية. أختم بكلمة. شوف يا أخي الأخ الكريم فاروق قال إن فرنسا استدعى الأمر منها ما يناهز الجيل، يعني 30 سنة حتى تبسط سلطانها على الجزائر. شوف يا أخي في ما يناهز 30 سنة وبعضه بقليل كانت فرنسا قد دخلت وخرجت من المغرب أصلا، لأن المغرب لم يحتل إلا ما بين 1912 و 1956. فانظر الفرق. شكرا أخي. أشكرك أخي أولا على الانضباط وعلى الاختصار. شوفوا يعني مرتب أموره وكاتب النقاط بسلاسة بترتيب ورائع جدا.